لو عايزة بقى تعملي المشروبات اللذيذة اللي بنشربها في الكافيهات وبندفع فيها فلوس كتير والولاد بيحبوا يروحوا يشربوها، النهاردة هنعملها في البيت وبتكلفة بسيطة خالص، مش هتاخد منك وقت كمان، وهنعمل 4 نكهات مختلفة، وكل ده مش هياخد منك وقت خالص ولا تكلفة. اول حاجة هنعمله اللي هو ميلك شيك بالموز، وميلك شيك شوكولاتة بالموز، وكمان ميلك شيك الفانيليا، وميلك شيك الفراولة، وكله بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نشوف الفيديو مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. عندي 2 موزة مجمدة، بفكها شوية اطلعها كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده بقطعها، بحط كمان عليها كوباية لبن تكون مجمدة، وبحط 4 بولات من الايس كريم. لو عايزين طريقة الايس كريم اكتبولي في الكومنتات وانا ابقى اعملها لكم. بعد كده بضربهم كويس لغاية ما عندي الخليط يكون متجانس، وببتدي بقى اصب الميلك شيك. كده عندي ميلك شيك الموز. هنعمل كمان بقى ميلك شيك الموز بالشوكولاتة. معروف طبعا الموز بيحب دايما الشوكولاتة، والاتنين بيحبوا بعض، فاحنا لازم نعملهم، بيبقى طعمهم جمال جدا وليهم نكهة كده مخصوصة، بيبقى حلو قوي. هنعمل بقى نجيب كوباية من اللي هو الميلك شيك اللي كان بالموز، وبحط عليهم معلقة صغيرة من الكاكاو الخام، وحط عليهم ادوبهم الاول في معلقتين من اللبن او المية، بحيث ان هو لو حطيناها كده في الخلاط ممكن يلزق في على جوانب الخلاط وما يبقاش حلو، يعني ما يتظبطش، فلازم نحط عليه شوية مية ندوبهم فيها. وضفت كمان بولة من الايس كريم وضربتهم حلو. بعد كده بقى بجيب عندي الكوباية، بحط عليها صوص شوكولاتة، وطبعا لو مش متوفر صوص الشوكولاتة مش مشكلة، هو كده بس منظر كده يعني، وشكل كده عشان يبقى زي الحاجات الجاهزة. وكده يبقى عندي كمان الميلك شيك الموز بالشوكولاتة. كل ده ما خدش وقت خالص. هنعمل بقى بعد كده الفانيليا. هنحط برضو كوبايتين لبن يكونوا مجمدين ساقعين قوي، وبعد كده برضو 4 بولات من الايس كريم، وهضربهم حلو. وهحط كمان ربع معلقة صغيرة من الفانيليا علشان يبقى ميلك شيك فانيليا. يبقى عندي كده ميلك شيك الفانيليا. هاخد بقى كوباية من ميلك شيك الفانيليا وبحط عليه صوص فراولة. لو عندك فراولة طبيعية يبقى احسن، برضو هتحطي نص كوباية او كوباية من الفراولة، وهضربهم مع الخليط. بعد كده بقى بجيب عندي الكوباية، برضو بحط عندي صوص فراولة. لو مش عندك مش مشكلة برضو، هو كله يعني بيعتبر شكل كده عاملينه زي عشان يبقى زي الحاجات الجاهزة. وبكده بقى عندي 4 نكهات ما خدوش وقت خالص، ما يجيش 10 دقايق وكانوا جهزوا، وطعمهم خطير بجد، هيعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.